السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة كده يا بنات ان شاء الله هنعمل مع بعض بسبوسة سهلة وطريقتها سهلة خالص جدا وطعمها جميل، وان شاء الله هتعمليها وهتجربيها. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ ونشوف هنعمل بسبوسة البرتقال ازاي. انا كده عندي اول حاجة هبتدي بيها، جبت كسرولة وهعمل فيها الشربات. هحط فيها كوباية ونص من عصير البرتقال، وبعد كده هحط فيها كوباية ونص من المية، وبعد كده هنزل فيها بشريحة من البرتقال زي ما انتوا شايفينها كده، وهنزل عليهم بكوباية من السكر وهرفعهم على النار. يا دوب هتقعد 10 دقايق بالظبط معايا على النار، وهنزلها من على النار. يلا بينا نبدأ ونعمل البسبوسة. انا جبت هنا عندي بولة وهحط فيها 2 بيضة، وهنزل عليهم بمعلقة صغيرة من الفانيليا السايلة، وبعد كده هنزل عليهم بكوباية من الزبادي وهنقلبهم مع بعض كويس جدا. اهم حاجة ان احنا نقلب كل المواد السايلة مع بعض كويس جدا يا بنات. وطبعا انا عملتها بالمضرب اليدوي، طلعت جميلة خالص وطلعت تحفة، يعني مش هتستخدمي الخلاط ولا حاجة. وبعد كده نزلت عليهم بمعلقتين من بشر البرتقال. طبعا بشر البرتقال دوت بيخلي لها نكهة حلوة وبيخلي ريحتها جميلة جدا. وبعد كده نزلت عليهم بكوباية الا ربع من عصير البرتقال، وهنقلبهم مع بعض كويس. وبعد كده حطيت عليهم نص كوباية من السكر، وبعد كده ده اخر حاجة عندي في المكونات السائلة. هنزل عليهم بنص كوباية من الزيت وهنقلب مع بعض كويس جدا. وبكده خلاص كده قلبنا كل المواد السائلة كده مع بعض. بعد كده هنزل عليهم بكوباية ونص من دقيق السميد اللي هو دقيق البسبوسة يا بنات، وبعد كده نص كوباية من الدقيق العادي، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر، ورشة الملح. وبعد كده هنقلبهم مع بعض. وبكده انا هسيبها اركنها على جنب 5 دقايق بالظبط، لغاية ما تشرب معايا السوائل. بعد لما جبت صينية ودهنتها معلقة من السمنة البلدي، وبعد كده هجيب معلقة من دقيق السميد اللي هو دقيق البسبوسة، هرشها عندي كده في الصينية على معلقة السمنة. وبعد كده ما شاء الله ادي عندي البسبوسة شربت كل السوائل اهي زي ما انتوا شايفينها. بعد كده هنزل بالخليط ده عندي في الصينية، وبعد كده هدخلها الفرن على درجة حرارة 180. هتقعد معايا نص ساعة بالظبط، يعني مفيش نص ساعة بالظبط هتقعد معايا. وبعد كده نزلنا الشربات اهو من على النار، وبكده ما شاء الله البسبوسة طلعت معايا من الفرن، وسبتها لغاية لما هديت كده 5 دقايق. وانا عندي كده الشربات بارد، هنزل عليها بالشربات اهو زي ما انتوا شايفينها. ما شاء الله البسبوسة بتشرب الشربات كله اللي انا بحطه عليها. وبعد كده هسيبها دقيقتين بالظبط معايا لغاية لما تشرب الشربات ده. وبكده ما شاء الله ده شكل البسبوسة معانا اهو يا بنات بعد لما شربت الشربات. وبعد كده انا كان عندي جوز الهند حطيت عليها على وشها كده من فوق، بيديها ريحة وبيديها طعم حلو جدا. وما شاء الله هتجربوا الوصفة ديت وهتقولوا لي ايه رأيكم. البسبوسة يا بنات كانت طالعة مرملة وجميلة خالص. وطبعا بما اننا احنا في موسم البرتقال فبنستغل اي حاجة ان احنا نعملها بالبرتقال. وان شاء الله هتعتمد الوصفة ديت وهتجربيها وهتعمليها على طول. اهو كده ده كده شكلها بعد ما قطعناها. ما شاء الله عليها البسبوسة كانت مرملة وجميلة خالص.
اهي كده، ده كده شكلها اهو بعد ما طلعناها من الصينية، ما شاء الله جميلة جدا. لو اول مرة بتشوفي قناتي ياريت تشتركي في القناة.